لما قعدت احسب المدة اللي وقع فيها الطفل فهد في الحفرة اللي مليانة مية من لحظة سقوطه لحد وصول الشاب بالشهم الجميل ممدوح الحربي، طلعت بالظبط 42 ثانية. كان ممكن في أي ثانية من دول تحصل الكارثة. الفيديو اللي قدامك سجلته كاميرات ماركت سلع غذائية في قرية الرفايع بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية أول يوم العيد. 42 ثانية فترة بقاء فهد في حفرة مليانة مية كانت هتقلب فرحة العيد لعائلة فهد لولا لطف ربنا سبحانه وتعالى اللي بعت الشهم ممدوح الحربي واخد باله من موقف. ممدوح الحربي جري بسرعة وطلع فهد في موقف إنساني نبيل. وهنا ليا بعض الملاحظات. كان فين الأب والأم لما عيل صغير يبعد ويمشي في طريق زي كده بدون ما حد ياخد باله؟ ثانيا، ليه البلدية ما حطتش حواجز في منطقة زي كده؟ ثالثا، المفروض ان اي مواطن من اهل الحي يشوف طريق بالشكل ده يبلغ فورا. رابعا، لاحظت بعض التعليقات الغريبة والسطحية اللي بتقلل من الموقف الإنساني لممدوح الحربي وبتقول موقف عادي ولا يستحق. تخيل يا عزيزي لو انتشر نفس المقطع وفهد حصل له مكروه. الموقف بطولي وشهم بكل المقاييس. تحياتي ليك ممدوح الحربي.